أهلا بيكم في فيديو جديد، والفيديو النهاردة حبيت ان هو يكون بصوتي، وحبيت ان هو يكون مختلف شوية عن محتوى القناة. طبعا انا الفيديو هيطلع من القلب للقلب زي ما بيقولوا كده. هرتجل بمعنى اصح، لاني انا مش محضرة اي حاجة للفيديو النهاردة. كل اللي انا حبيت اعمله معاكم النهاردة هو فضفضة. حابة ان انا افضفض معاكم شوية، لان الفترة اللي فاتت دي كانت من اصعب فترات حياتي، او من اصعب فترة بتعدي عليا في السنة عموما، بسبب كتر الاحداث اللي بيحصل لي فيها كل سنة. لكن الحمد لله، يعني بفضل ربنا، حرفيا الفترة عدت بسبب ايماني وتوكلي على ربنا دايما، بسبب ثقتي في ربنا الكبيرة ان الفترة هتعدي زي ما فترات كتير قوي صعبة عليا عدت. حبيت ان انا برضو ادردش معاكم، واحاول ان انا افكر نفسي بالفيديو ده، او كل ما اجي احس بضغط او تعب نفسي ارجع للفيديو. حابة ان هو برضو يكون فيديو تشجيع ليكم. حابة برضو ان انا اقولكوا ان عادي جدا، عادي ان احنا نمر بفترات صعبة في حياتنا، ده طبيعة الحياة. عادي برضو ان احنا نكون متوترين في احيان كتير جدا، سواء في يومنا او في حياتنا عموما. عادي جدا ان احنا نمر بفترات انكسار ووقعة كتير جدا، حتى لو احنا معانا ناس كتير قوي حوالينا، الا اننا مازلنا حاسين ان احنا لوحدنا برضو. متأكدة ان انتوا لما تتوكلوا على ربنا وتسيبوا كل حاجة وتقولوا لربنا انا فوضت امري ليك يا رب، انت الوحيد العالم باللي في قلبي وعالم بحالي، وتقعد تعيط كده من كتر ما انت حاسس انك لوحدك، ومن كتر ما انت حاسس انك مكسور، ويشاء ربنا ان الفترة تعدي زي ما اي فترة صعبة بتعدي علينا كلنا عادي جدا. بس كل حاجة بتعدي، لكن الاهم ان هي ما تعديش واحنا لسه مازلنا مكسورين، او مازلنا حاسين بالضعف. لا، احنا عاوزينها تعدي واحنا دايما بنفكر نفسنا كل يوم ان احنا هنكون كويسين، وان الفترة هتعدي، وان ربنا دايما جنبنا مش هيسيبنا لوحدنا، زي ما كان طول الوقت جنبنا بيطبطب علينا وبيجبر بخاطرنا. حابة اقولكوا برضو ان السوشيال ميديا مش ألطف حاجة زي ما احنا كنا متخيلين. مش كل الناس بتعرف تطلع حقيقية على السوشيال ميديا بالذات. محدش هيجي يطلع يقولك أنا تعبان، أنا مكتئب، أنا حزين، أنا بروح لسيرفيس مثلا، أنا بعمل الحاجة الفلانية، أنا مش كويس، أنا لوحدي، أنا كل حاجة، أو كل الأمور الوحشة اللي بيحس بيها البني آدم محدش هيجي يطلع يقولك كده، لأن السوشيال ميديا مصدر رزق لناس كتير جدا. فمحدش هيجي يطلع يقولك ده أنا باخد أدوية، ده أنا بتعالج من كذا، ده أنا عندي كذا، ده أنا مش عارف ايه. لأ، كله لازم يبين الجانب المثالي، وأنا قصد الكلمة بالمعنى الحرفي ليها، المثالي والكامل. اللي هو ازاي انا حياتي سعيدة، وازاي ان انا معايا فلوس قد كده قادر ان انا اعيش بيها، وازاي وازاي وازاي. وده بيحطنا في تشتت كبير جدا، وبيحطنا في مقارنات لا نهائية حرفيا. دايما بيخلينا حاسين ان احنا مش بننجز حاجة، حاسين ان احنا اقل من ناس كتيرة، حاسين ان احنا لسه الطريق طويل. حاسين اللي هو انا متأخر، اللي هو انا مثلا عندي 20 22 وحاسس ان انا متأخر، وكأني عندي 50 60 سنة. يعني اللي هو
متأخر علشان مثلا انا عديت ال20 ولسه ما جبتش العربية ولسه ما جبتش البيت ولسه ما جبتش الحاجات اللي السوشيال ميديا موجهاها ليا، ان في ناس كتير قوي اصغر مني واكبر مني بسنة ولا قدي في السن على الاقل يعني، جايبة الحاجات دي وانا لا. الكلام مش بشكل شخصي، لكن في العموم ده من تجربتي ومن تجربة ناس كتير قوي حواليا. حبيت ان انا اطلع اقول لكم ان مش السوشيال ميديا دايما حقيقية. محدش هيجي يطلع يقولك انا تعبان، محدش هيجي يطلع ينهار قدام الكاميرا ويقولك انا بمر بالفترة دي والفترة دي مش عارف ايه وبيحصل لي 1 2 3. لا، محدش هيجي يقولك كده. لكن انا حبيت ان انا اطلع افضفض. حسيت كده ان انا محتاجة ادعم ناس كتيرة، محتاجة ان ناس كتير تدعمني، محتاجة ان ندعم بعض، ونحسس بعض او نحاول ان احنا نفهم بعض و it's okay. نحاول نجمع مجتمع دعم نفسي. بعيدا بقى عن انه الموضوع مجالي اصلا، لكن حابة ان انا ارجع اطلع اقولكوا برضو ان زي ما احنا بندي وبنعالج، احنا برضو محتاجين نتعالج، لان احنا بني ادمين، احنا مش روبوتات خالص. احنا بني ادمين ومحتاجين ان احنا نتعالج، محتاجين بنقع كل فترة، محتاجين ان حد يسندنا، محتاجين حد يشجعنا، لان احنا بني ادمين عادي. زي ما انا بعمل، انا ببقى حابة ان هو يتعامل معايا، او لما بحس نفسي ان انا واقعة خالص بنعمل مجتمع دعم عندنا في الأكاديمي، وبنقعد نفضفض وبنشوف ايه الآراء، وصلنا لحد فين، حد محتاج حاجة، حد محتاج استشارة، حد محتاج جلسة مثلا، أو محتاج ان هو عنده أسئلة وحاسس بتوتر يومي، أو عنده مشكلة في حياة مقرقاه الفترة دي. فبنحاول ان احنا في جلسات الفضفضة اللي احنا بنعملها كل فترة، ان احنا نجاوب على اكتر الاسئلة الشائعة او اكتر الاسئلة اللي مضايقة الناس. ده بيساعدني انا شخصيا، لان في ناس في حاجات كتيرة او اسئلة كتيرة مش بتبقى جاية على بالي، او مش ببقى عاملة حسابها، وده بيشجعني اكتر ان انا اكمل في اللي انا بدأته او اللي انا عايزة اوصله. فزي ما قلت لكم الكلام مش مترتب خالص. ومش هعمل اي مونتاج للريكورد خالص. محبة ان انا يعني احتمال كبير اعمل صورة ثابتة لكل الفيديو، علشان نعتبره بودكاست فضفضة. وكمان يعني هبدأ ارجع اعمل تاني بصوتي ان شاء الله يعني في القناة. الموضوع اصلا اول حاجة خلتني اني انا اعمل القناة دي، علشان انا حاسة ان في ناس كتير قوي محتاجة دعم نفسي، بس مش معاها الامكانية ان هي تاخد دعم نفسي او تحصل على دعم نفسي من حد، او تاخد جلسات او استشارات او كده. بنحاول نعمل كل ده بشكل مجاني من فترة للتانية، سواء في الأكاديمي أو على اليوتيوب. ولو حابين ان انا اعمل لكم كل فترة فيديو زي ده، فمفيش مشكلة خالص. انا بيكون عندي كلام كتير حابة ان انا اقوله او حابة ان انا احكيه، يمكن يكون في رسالة منه لشخص من اللي بيسمعني او حد من اللي بيسمعني. فأتمنى من ربنا عز وجل ان هو يقدرني الفترات الجاية، علشان نقدر ندعم بعض، وأقدر أكون مسج لحد فيكم. الفترة الجاية برضو احنا بنبقى عاملين دبلومات كتير جدا عن المجال، لأن في ناس كتير بتبقى حابة المجال وحابة تتعمق فيه. حتى لو الناس ما تعرفش يعني ايه صحة نفسية، احنا بنشجعهم ان هم يعرفوا المجال ويحبوه كمان. الفترة الجاية بإذن الله هحاول ان اقدم لكم حاجات مجانية ودورات مجانية للناس اللي مش متاح معاها لكن متاح معاها نت. بصراحة دول كانوا اكتر حاجات حابة ان انا اتكلم فيها معاكم. وعذرا على الدوشة. لان كل ما احاول ان انا اسجل الدوشة تطلع مرة واحدة، مش عارفة ليه، بس تمام.
أتمنى تكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر حاجات بتواجهكم الفترة دي، أو إيه أكتر حاجات عايزين تبدأوا بيها السنة الجديدة اللي إحنا بدأنا فيها. إيه أكتر حاجات عاوزين تحققوها السنة دي إن شاء الله، إيه أكتر حاجات عاوزين تسألوا عنها ممكن نعمل عنها فيديو، أو إن أجاوب على أسئلتكم يعني. بس كده يعني ده أكتر الحاجات اللي أنا كنت حابة أتكلم فيها. وإن شاء الله الفترات الجاية هاحاول أعمل لكم دورات مجانية زي ما اتفقنا، فما تنسوش تتابعوا القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الحلقات الجديدة اللي أنا هبدأ أنزلها بصوتي بإذن الله. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية.